بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023. حقيقة اليوم عاوزين نترحم على شهيد الهامش اللي هو حكيم تيا، اللي تم إعدامه بدم بارد لأنه هو بس من أبناء الهامش، لأنه هو جزء من الهامش، عشان كده تم قتله بدم بارد. وشيء مؤسف جدا. احنا عاوزين كل ابناء الهامش يفكروا في العقليه بتاع الدوله 56. العقليه بتاع الدوله 56، انت لو من الهامش او من المناطق الطرفيه ما عندك حق يكون عندك علاقات خارج المحيط بتاعه. حكيم ده حقيقه تم إعدامه عشان اتصل تلفون مع جزء من أفراد أسرته، فما معروف الزول اللي اتصل عليه ده تابع للحركة الشعبية، تابع للدعم السريع، تابع لحركات الكفاح المسلحة الأخرى سواء كان عبد الواحد أو خليل. مجرد تلفون إنه العقلية بتاع الدولة 56 بتمنع حتى العلاقات الاجتماعية بتاعتك. لكن لو أساسا انت من ابناء النخب الموجودين على الشريط النيلي ما بتم محاكمتك. نحن كان عاوزين اقلها يتم محاكمة البرهان ده هرب من الميدان وخلى جنوده يموتوا. ليوم الليلة ما تشكلت ولا محكمة تجاهه. رئيس دولة هرب من الميدان ما تشكلت له محاكمة أصلا. أنت بتشكل محاكمة لشاب يافع عمره 19 سنة، بشكل له محاكمة بتاعت ميدان رميا بالرصاص. حكيم تيا عمره 19 سنة، والبرهان فات السبعينات، ده عنده مستقبل. مجرد تلفون قالوا تخابر مع الحركات المسلحة. شو مؤسف جدا. البرهان الحارب ده انتوا ما شكلتوا له محاكمة. فوق على ذلك نصر الدين اللي حرب من الميدان وبالتحديد من الشجرة، والآن هو موجود في النيل الأبيض في كوستي، ما في إشارة واحدة بتأكد هو ممكن يحاكم. لكن عشان انت من الهامش بس بيتم محاكمتك رميا بالرصاص. دي العقلية بتاع الدولة 56. نحن لما نتكلم عن دولة 56 اللي جسمت على صدور الشعب السوداني 67 عام، دايرين أبناء الهامش في النهاية يعرفوا العقلية دي عقلية ما بتديك حريتك الكاملة، وعلاقاتك الاجتماعية موجودة في إطار دولتهم. والشيء المؤسف اللي كان موجود داخل المحكمة مقدم بتاع شرطة عسكرية من أبناء الهامش، والحراسة اللي ساقت حكيم وأدخلته للمحكمة من الهامش. دير كلهم أبناء الهامش هم السايقين الشغل. وشيء مؤسف جدا، الحاكم القاضي اللي كان موجود وحكم حكيم دولة 56 الجلاد، الدولة بتاعت الجلاد. الزول اللي بيحكم هو من الشمال النيلي، والمحكوم من أبناء الهامش. واليوم الليلة أبناء الهامش موجودين متابعين الجلاد. احنا بنقول تاني ما في جلاد اطلاقا في الدولة السودانية. ينكون سواسية يا خلاص جيم اوفر، نفرتقوها كلها وندك الكشتينة. ما في تاني، ما في جلاد في الدولة السودانية دي. الدولة السودانية دي يجب أن تكون دولة بتاعت عدالة نساوى فيها كلنا. لكن احنا بنترحم على شهيد حكيم تيا، بنقول له يوم الجمعة دي ربنا يتقبلك، وبنتمنى انه الحادثة دي توحد أبناء الهامش كلهم ضد دولة 56 المغتصبة. دولة 56 هي دولة عنصرية،
دولة 56 هي فرقت كل الشعب السوداني. دولة 56 هي أقامت كل الحروب الموجودة في السودان، سواء كان في دارفور أو في كردفان أو النيل الأزرق أو البجة. دي الدولة اللي أقامت الفتن ما بين كل أبناء الشعب السوداني. عشان كده هنا عاوزين أبناء الهامش من الآن في ثورة 15 إبريل 2023 إن الناس كلها تتوحد تجاه هذا المصير، نكون أو لا نكون. الله أكبر. في زول عنده رأي نكون أو لا نكون في الدولة دي. نكون أو لا نكون، نكون أو نفنى كلنا. يا زي ما بقولوا نحرر هذه البلد كلها. البلد دي يجب أن نتساوى فيها كلنا، لكن ما ممكن من 56 نحن مغتصبين، من 56 خالقين لنا فتن، من 56 نحن بنتقاتل في بعض، والقتال ده كله في الهامش، كله في الهامش. القتال ده ما حصل إلا الآن بعد 15 أبريل بقى في الخرطوم، لكن في السابق نحن بنموت بعض. ديل رزيقات مع فلاتة، ديل فونج مع هوسة، ديل نوبة ما أعرف مع برقو كده، مشكلتنا كلنا ونحن حاجة واحدة. لكن من الآن كل الهامش كلنا سوا، ولا عندكم رأي؟ كلنا سوا، ما في فرق بين ده زغاوي وما بين ده رزيقي وما بين ده نوباوي وما بين ده فونياوي وجعلي وشاقي وأدروباوي، كلنا سوا في الدولة دي. لكن ما في زول تاني بحكمنا بالباطل. يمكن حكيم تيا اللي عمره 19 سنة كل الناس شاهدت انه حكموا عليه بالإعدام. حكموا عليه بالإعدام ليه؟ مجرد تلفون ضرب لأهله. المناطق دي كلها حرب. يمكن أنا عندي صديق في دارفور، المنطقة ملتهبة، من حقي أنا يتصل عليه. جبال النوبة من حقي يتصل عليه، النيل الأزرق من حقي يتصل عليه. الله أكبر. لكن لو اتصلت بحكموا عليه بالإعدام. يا أبناء الهامش من الآن اتوحدوا. ما في حاجة بقول لها دارفور، ما في حاجة بقول لها جبال النوبة، ما في حاجة بقول لها النيل الأزرق، ما في حاجة بقول لها بيجا، كلنا واحد. نتوحد كلنا عشان نشيل حقنا من الدولة المغتصبة، دولة 56 اللي قعدت في صدورنا 67 عام. في النهاية الآن بنترحم على حكيم تيا ابن الهامش ابن جبال النوبة، ابن الهامش ابن جبال النوبة اللي تم الحكم عليه قبل 3 يوم بالإعدام من قبل القوات المسلحة. السلام عليكم. الله أكبر.